بيبدأ فيلمنا سنة 1966 مع ولد صغير بيلعب لوحده وبيسمع صوت والدته تحت البيت، فبيستغرب وبيروح يفتح باب سري في الحمام، وهناك بيلاقي والدته واقفة شكلها غريب وواضح عليها الرعب، وبتطلب منه يجيب لها حاجة تاكلها، فبياخد لها تفاحة وبيديها لها. وفجأة بنسمع صوت صريخ وفي حد بيقتلهم هما الاتنين، فالشرطة بتتهم جوزها هاردي في قتلهم على الرغم من انه ما كانش موجود في البيت. وبعد 21 سنة بنشوف هاردي جوزها بيطلب مساعدة من مصور اسمه أبولو علشان يحكي للناس القصة الحقيقية اللي حصلت في بيته ويظهر براءته. وبيكون أبولو جاي من مكان بعيد مشي وواضح عليه التعب، فبيدخله هاردي البيت وبيقدم له مية وبيدفع له فلوس علشان يبدأ التصوير، وبياخده للمخزن اللي موجود تحت بيته وبيخليه يصور المكان كله. وبتتعطل كاميرا أبولو فبيروح يطلع مفك من شنطته وبيرجع يصلحها، وفي الوقت ده بيسأله هاردي لو كان مقتنع ببراءته، فبيستغرب أبولو من السؤال وبيقوله إن كل اللي ما بينهم شغل مش أكتر. فبيخرج هاردي من المكان وبينادي عليه وبيوريه الصور اللي صورها بنفسه، وبيعجب أبولو بيها جدا. وبيكون في أطفال واقفين في الشارع قدام البيت، ولما بيسأل أبولو عنهم هاردي بيقوله إنهم فاكرين إن البيت ده مسكون وعايش فيه ساحرة. وفجأة بتطلع مرات هاردي وبتخوفهم علشان يمشوا، وبيسأل هاردي أبولو لو كان متجوز أو عنده أصدقاء، فبيقوله أبولو إن وضعه المادي سيء جدا وعلشان كده مش متجوز وعايش لوحده، فبيعرض عليه هاردي فلوس كتيرة جدا مقابل إنه يقعد معاه من يوم لحد ما يخلصوا تصوير. وبيوافق أبولو وبيقعد يتفرج معاه على الجزء اللي صوره علشان يكمل تصوير، ولكنه بيتفاجئ بإن المكان فيه باب سري وآثار كتيرة شكلها غريب، وبيكون خايف جدا. وفي الوقت ده هاردي بينادي عليه وبيكون مطلع كاميرته وبيعرض عليه فيديو لمراته وبيكون مستمتع وهو بيتفرج عليها وهي بتموت، وبيقوله إن الطريقة اللي ماتت بيها غريبة وكأن في حد أكلها وفي علامات أسنان على جثتها، ولأن آثار الأسنان ما كانتش متطابقة مع أسنانه طلع براءة. وبيكون أبولو خايف ومش عاوز يشوف الفيديو تاني، ولكن هاردي بيكبر الفيديو وبيقوله إن نظرة الرعب اللي كانت في عين مراته سببها لازم يكون حاجة مش طبيعية أبدا. وبيبدأ أبولو يتعب وبيقوله إنه هيمشي وهيسيب له الفلوس وهيبعت له المشاهد اللي صورها، ولكن هاردي بيضحك وبيقوله إنه مش هيمشي وبيفقد أبولو وعيه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في كرسي وهاردي بيصوره وبيقول لمراته تنفذ اللي طلبه، فبتخرج وبتقفل الباب. وبيكمل هاردي كلامه وبيقول لأبولو إن المية اللي شربها كان فيها مخدر، وبيبص للكاميرا وبيقول إن في ساحرة اسمها جين عايشة تحت بيته، وبيوجه كلامه للشخص اللي هيعيش في البيت بعده، وبيقوله إنه لازم يضحي علشان يحافظوا على حياتها، وبيقوله إنها بتتغذى على لحم البشر وكل 300 سنة بتولد طفل، وبيعترف إنه ضحى بابنه ومراته ليها. وبيكون أبولو بيحاول يفك إيديه بالمفك اللي كان في جيبه، وبيكمل هاردي كلامه وبيقول إن مراته الجديدة بتساعده في تغذية جين، وبيغمض عينيها علشان يستدعيها، وبيستغل أبولو اللحظة دي وبيقتله بالمفك اللي معاه، ولكنه ما بيكونش قادر يقف وبيحاول يفك رجليه بسرعة، ولكن لما بيشوف جين بتقرب منه بيخاف وبيفضل يصرخ وبينادي على أي حد يساعده، ولكن طبعا مفيش أي حد بيرد عليه. وبتقرب منه الساحرة وبتقطع رقبته وبتخلص عليه، وبتخرج مرات هاردي وبتسيب جين تاكل جسم الاتنين. وبعد فترة طويلة بنشوف ممرضة اسمها نعومي رايحة لنفس البيت علشان تساعد مرات هاردي بعد ما بقت مسنة، وأول ما بتدخل أوضتها وبتشغل النور مرات هاردي بتصرخ، فبتقفله نعومي بسرعة وبتولع شمعة، وبتسمع ديلسي بتضحك وبتستغرب هي بتضحك ليه، ولكن ديلسي بتكون تعبانة جدا وما بتتكلمش، فبتعتذر لها نعومي لأن زميلتها شارلوت اللي كانت بتهتم بيها قبلها اختفت فجأة، وبتروح تحضر لها الأكل. وهي راجعة لأوضتها بتسمع صوت في مخزن البيت ولكن ما بتهتمش، وبتروح تساعد ديلسي علشان تاكل، ولكن ديلسي بترفض تاكل، فبتقوم نعومي تشيل الأكل وبتقع المعلقة على الأرض، ولما بتنزل تجيبها بتلاقي مسجل صوت واقع تحت السرير، فبتاخده معاها وبتخرج من الأوضة، وبتسمع صوت تاني وهي خارجة وبتفتح الباب وبتنور الكشاف وبتكون هتدخل المخزن، ولكنها بتسمع صوت مخيف فبتخرج بسرعة وبتقفل الباب، وبتسمع ديلسي بتضحك، ولما بتروح لها بتلاقيها بتقول إن الموضوع هيتكرر معاها تاني زي ما حصل لليندا وشارلوت الممرضات اللي كانوا قبلها،
وبتفضل تتكلم عن الساحرة، وبتخاف نعومي منها وبتفتكر إنها بتتكلم وهي نايمة، وبتخرج من الأوضة وبتروح تشغل المسجل. وبتسمع شارلوت وهي بتتكلم عن ديلسي وبتقول إنها طول الوقت كانت حاسة إن في حد بيراقبها وإن في حاجة غريبة في البيت. وبعدها بتسمع تسجيل لديلسي وهي بتعيط وبتتكلم مع حد وبتقول إنها مش قادرة تأذي شارلوت. وبعدين الصوت بيرد عليها وبيقول لها تقتل شارلوت علشان تنقذ نفسها والتسجيل بيخلص. وبتسمع صوت ديلسي فبتروح تجيب لها مية وبتقول لها إنها بتتكلم وهي نايمة وبتحط المسجل جنبها. ولكن ديلسي ما بتردش عليها وبتنام، وبتفضل نعومي واقفة جنبها لحد ما بتنام مكانها. وبتظهر لها الساحرة، ولكن أول ما بتفتح نعومي عينيها بتختفي. ولكن نعومي بتكون حست بيها وبتاخد المسجل وبتخرج من الأوضة. وبتسمع ديلسي وهي بتتكلم مع الساحرة وبتقول لها إنها خلصت على ناس كتير ومش هتقدم لها غير واحدة أخيرة وبس. فبتقول لها الساحرة تخلص على نعومي قبل ما تصحى. وبتكون نعومي متوترة ومش عارفة ديلسي بتتكلم وهي نايمة ولا ده حقيقي وفعلا في حاجة غريبة في البيت. وفجأة بتشوف نور برا البيت فبتبص من الإزاز ولكنها ما بتلاقيش حد. ولما بتبص على البيت اللي في وشهم بتشوف الساحرة بتضحك لها ضحكة مخيفة فبتخاف وبتخرج من البيت. ولكنها برضو ما بتلاقيش أي حد. ولما بتدخل البيت بتسمع صوت من المخزن فبتفتكر إن ديلسي نزلت المخزن وبتنزل وراها وبتقول لها إنها تساعدها. وبتسمع صوت شخص بيعيط وبيطلب المساعدة. ولما بتدخل المخزن بتشوف بطاقة ماليندا وشارلوت وبتخاف جدا وبتحس بحد معدي من وراها. ولما بتحاول تطلع من المخزن بتسمع صوت شارلوت وبتلاقي باب صغير تحت السلم. ولما بتفتحه بتلاقي شارلوت جواه وباين عليها التعب. ولما بتدخل علشان تساعدها أول ما بتقرب منها جين بتظهر لها فبتخاف نعومي وبتكون هتخرج. ولكن بتقفل الباب عليها وبتفضل نعومي تصرخ وبتترجاها تفتح الباب ولكن محدش بيرد عليها وبتاكلها الساحرة. وبعد 10 سنين بعد وفاة ديلسي بنشوف نوفا مرات لوكاس ابن ديلسي بتصور في بيت ديلسي وبتقول إن مفيش أي حد عاوز يشتري البيت اللي جوزها ورثوه من والدته مهما حاولوا بعد موت ال3 ممرضات فيه. وما بتكونش مصدقة إن في ساحرة وبتصور المخبأ السري اللي موجود تحت السلم. ولكن وهي موجودة فيه بتسمع صوت غريب فبتخاف وبتقفله وبتروح للوكاس جوزها. وبيفضلوا يتصوروا وبيلعبوا في التلج. وبتكون نوفا بتحب لوكاس جدا وشايفة انه شخص مثالي. ولما بيحسوا بالجوع بيطلبوا أكل وبيتكلم لوكاس عن والدته وبيكون شاكك إن والدته كانت منضمة لطائفة دينية غريبة بعد ما اتعرفت على هاردي لأنها اتغيرت جدا وإنها بطلت تهتم بيه. وبيكون شايف إن هاردي هو السبب وإنه مجنون وبيكون هو كمان مش مصدق إن في ساحرة في البيت. ولما بيوصل الأكل بيتعشوا مع بعضهم وبتكون نوفا مهووسة بالتصوير وبتكون بتصور كل حاجة. ولكن لوكاس بيتضايق من التصوير وبيقول لها تقفل الفيديو لأنه مش عاوز يفتكر حاجة عن البيت. وبيسألها هي ليه مش خايفة من البيت بعد اللي سمعته وبيتضايق من تصرفاتها المزعجة وبيسيبها وبيروح ينام. وتاني يوم بتكون نوفا في الحمام وبتشوف ماس بيتكلم في التليفون بعصبية مع السمسار وبيطلب منه يشوف مشتري للبيت. ولما بتبص عليه من الشباك فجأة بيقع قدامها طائر ميت فبتخاف وبتستخبى. وفجأة بتسمع صوت من الدولاب اللي وراها ولما بتفتحه بتلاقي كشاف وبتكتشف إن الدولاب بيوصل لتحت البيت. وفجأة بيخبط لوكاس على الشباك فبتتخض منه وبتقوله يمشي. وبيعرض لوكاس إعلان علشان يبيع البيت ولكنهم بيفضلوا موجودين في البيت. وفي يوم بتكون نوفا بتتفرج على لبس ديلسي وبتلبس فستان منه. ولما بيشوفها لوكاس بيتضايق وبتحاول نوفا تقنعه ما يبيعش البيت ويستنى لحد ما سعره يرتفع. ولكنه بيرفض وبيقول لها إن ده مش قرارها لوحدها. فبتقول له إنهم لازم يستقروا ويخلفوا ولاد ولكنه بيتضايق وبيقول لها إنه مش مستعد يخلف دلوقتي. فبتنام نوفا وهي زعلانة. وفجأة بتسمع صوت تحت السرير فبتخاف وبتشغل الكاميرا وبتنزلها تحت السرير. وبتشوف رجلين الساحرة جنب الباب ولكن لما بتبص على الباب ما بتلاقيش حد. فبتنزل تحت السرير تاني وبتشوفها بتقرب منها وفجأة بتشوف لوكاس وبيكون هو والساحرة بيبصوا عليها وعينيهم غريبة فبتخاف منهم. ولكن لما بتصحى بتلاقي نفسها في سريرها ومفيش أي حاجة غريبة. ولكنها بتفضل خايفة وبتفتح الكاميرا وبتفضل تدور في الفيديوهات. وفعلا بتلاقي الفيديو اللي صورته وبتتأكد إن اللي حصل كان حقيقي مش حقيقي. فبتخرج تدور على لوكاس وبتسمع صوت من المخزن. ولما بتنزل بتفضل تدور على لوكاس وبتكون بتصور كل حاجة وبتلاقي صندوق فيه كاميرا أبولو وكاميرا هاردي.
فبتاخدها وبتكون هتخرج من المخزن، ولكنها بتسمع صوت طفل صغير بيعيط في المخزن اللي موجود تحت السلم، فبتاخده وبتحضنه وبتفضل وبتكون مبسوطة وكأنه ابنها. ولكن لما بيرجع لوكاس للبيت وبيشوفها بيلاقيها ماسكة حيوان ميت مش طفل، فبيخاف عليها وبياخده منها وبيطلعه من البيت، ولكن نوفا بتفضل تعيط. وبيتصل لوكاس بمكتب السمسرة وبيقول لهم إنه موافق يبيع البيت بأي سعر لأنه عاوز يمشي من البيت بسرعة. ولما بيدخل البيت بيلاقي السكاكين وقع على الأرض، فبيرجعهم مكانهم وبيلاقي نوفا وراه وبتبصله بشكل غريب، فبيعتذر لها لأنهم مش متفاهمين ولأنه تعصب عليها وبيوعدها إنه هيصلح كل حاجة. وبعد شوية بيلاقي الكاميرا بتاعتها فبيفتحها وبيتفرج على الفيديوهات اللي صورتها، وبيشوف الفيديو اللي صورته وبيتفاجئ بيه وبيروح يسألها عنه، ولكنها ما بتردش عليه وبتكون في حالة سيئة جدا. ولما بيفضل يتكلم بتبصله بنظرة مش مفهومة وبتقوله إن الساحرة هتكون مبسوطة بيه وبتسيبه وبتمشي. وبيطلع لوكاس الصندوق من المخزن وبيسمع التسجيلات والفيديوهات اللي موجودة فيه، وبيشوف فيديو لجزم مرات هارولد الأولى وهي عايشة، وبيشوفها وهي ميتة وجين بتاكل في جسمها. وبيفضل يتفرج على الفيديوهات لحد ما بيشوف ابن هارولد وهو ميت، وبتروح له نوفا في نفس الوقت ده، فبيقول لها إنهم لازم يمشوا من البيت لأنه مخيف، ولكنها بتقوله إنها عايزة تفضل عايشة فيه، ولكنه بيرفض وبيقول لها إنه مش هيفضل موجود معاها. وبيتصل بيه السمسار في نفس الوقت ده وبيعرفوا السمسار إنه لقى مشتري للبيت ولكنهم هيوصلوا بعد شهر. فبتتضايق نوفا وبتمشي وبتكون تعبانة وبترجع دم. ولما بيقول لها لوكاس إنهم هيسافروا باريس تاني يوم بتقوله إنهم لازم يفضلوا في البيت، وبتقرب منه وبتعضه. وفجأة بيشوف وحش شكله مخيف، ولكن لما بيصرخ بيكتشف إنه كان بيحلم وبينادي على نوفا، وبيقول لها إنه حلم مخيف. فبتطلع سكينة وبتفضل تطعنه بيها لحد ما بيموت. وبتكون لسه بتصور وبتخرج من البيت وبترمي السكينة، ولما بترجع تاني بتلاقي نفسها حامل وبطنها كبيرة جدا. وبعد شوية بنشوفها واقعة على الأرض وبتشوف انعكاس الساحرة على المراية، وبتكون بتنجب طفلها اللي مستنياه من 300 سنة. وبعد شهر بتوصل العيلة اللي اشتروا البيت، فيا ترى هيقدروا ينقذوا نفسهم ولا هيكونوا الضحية الجديدة للساحرة دي. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن في حاجات البعد عنها غنيمة. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.